السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله جميل جدا جدا جدا. هنحضر مع بعض سحور اول ليلة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، كل المسلمين يا رب طيبين وبخير وبسعادة. هنعمل كده منيو الاول، نقول فيه الاكلات اللي احنا هنعملها مع بعض. قائمة لسحور اول يوم رمضان. هنعمل اول حاجة، زي ما انتم عارفين انا من النوع اللي بحب القشطة، فهعمل ايه؟ هعمل فول بالقشطة والكمون. دي الحاجة التانية هعمل بيض بالقشطة. هعمل طبق تونة. هنعمل جبنة قديمة بالزعتر وزيت الزيتون. آه جبنة تلاجة، لانشون حلواني بسطرمة. جبنة رومي. طبق مخلل مشكل كده، ومعايا طبق خضار مشكل، خس بقى وجزر وطماطم والكلام ده، وطبق زيتون مخلل، والاخر زبادي. دي قائمة السحور اللي احنا هنجهز بيها سحورنا النهاردة. زي ما انتم شايفين كده الاكلات اللي هنعملها مع بعض. ليلة سعيدة يا رب علينا، يا رب على كل المسلمين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا بقى ايه نشتغل كده مع بعض. اول حاجة هعمل الفول بالقشطة. يلا بينا نروح نعمل الفول بالقشطة واوريكم بيتعمل ازاي. وادي الفول بتاعنا، هنشتغل بالفول الجاهز ده. تمام. جبت طاسة كده حطيتها على النار، هنزل فيها بحتة قشطة، وافتح الفول بتاعي. القشطة بتخلي طعمه خطير جدا. انا مش هسيبها تسيح قوي عشان خاطر كلها ما تتحرقش. تمام. هنزل بقى بالفول. ننزل عليه بشوية ملح، معلقة كمون حلوة كده شايفينه، محمصاه واخد اللون البني كده وطحناه على شوية شطة ميديله ريحة خطيرة جدا. ننزل بيه كده. يا خبر ابيض على الريحة، مش قادرة اوصف لكم جمالها. خطيرة خطيرة خطيرة. كده خلاص يعتبر الفول بتاعي خلص. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني بعدين. عملنا الفول يا حبايبي. جبت طاسة كده، هنعمل مع بعض بقى ايه البيض. هعمل برضو بيض بالقشطة. تمام. نزلت بحتة قشطة كده، طاسة سخنة. نجهز البيض بتاعي. ما شاء الله تلاقي في البضاية صفارين. ننزل بقى بشوية ملح. انا هقلبه عشان انا مش عايزة قرص. هنزل بشعرة فلفل اسمر خفيفة كده عشان خاطر ايه الزفارة. هو كده خلاص تمام استوى. انا ما بحبش انشفه قوي، يعني شايفين هو كده خلاص تمام. نطفي عليه ونروح نغرفه. ورجعنا لكم امارات.
دي جبنة قديمة اسطنبولي حادقة، تمام. وده زيت زيتون، ومعايا هنا مكعبين جبنة مثلثات، وشعرة كمون من اللي انا محمصه برضو كنت طحناه، وزعتر وريحان وعود نعناع كده سعودي. شايفين؟ باخد من الكوكتيل الجميل بتاعي ده. الحاجات دي كلها انا زرعها عندي في البلكونه. ده الريحان، ده النعناع السعودي، تمام، وده الزعتر. الحاجات دي عطريه بتخلي ريحه الجبن، الاكل، الصواني، اي حاجه انت بتعمليها بتخلي ريحتها تجنن. شايفين؟ انا ما بستغناش عنها نهائي. فانا ان شاء الله هحط، خدت حاجة بسيطة برضو عشان خاطر الزعتر الفريش فواح جدا. فأنا خدت ورقتين بس كده، وورقتين ريحان، وورقة زعتر، وورقة نعناع سعودي زي ما انتم شايفين كده، ومثلثين الجبنة النستون، وشعرة كمون، مش شعر يعني، بتاع نص معلقة شاي صغننة، تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بدول هنا. نهرسهم ببعض كويس. ننزل بزيت الزيتون، ونقلب كويس. هجيب طبق حلو كده، نغرف الجبنة بتاعتنا. شوية زيت زيتون كده جمال على الوش، والطحينة بتاعتنا اللي انا كنت عاملاها في البيت، طحينة السمسم. شايفين؟ ونزين طبقنا بحاجة خضرة كده صغنونة زي ما انتم شايفين، ورشة كمون صغيرة. نزين الأكل لولادنا عشان خاطر يحبوه زي ما انتم شايفين. ادي طبق الجبنة بتاعي بالطحينة بالزعتر والريحان والنعناع والكمون زي ما انتم شايفين، وزيت الزيتون الجميل بتاعنا. جميل جدا، هيعجب ولادك. جربي الطريقة ديت ان شاء الله هتحبيها، ولادك هيحبوها جدا. ويلا بينا نجهز بقية السحور مع بعض. وادي جبنة الفيتا القشطة زي ما انتم شايفين كده، انا مش هحط عليها اي حاجة خالص، هي ملحها خفيف اللي هي اللايت ديت. ممكن اكتفي بشوية زيت زيتون عليها بس مش اكتر. جميلة جدا بالشكل ده، هي خفيفة فانا مش هحط عليها اي حاجة خالص، انا اخليها سادة للولاد هي بالقشطة. ويلا بينا يا امارات نعمل التونة زي ما انتم شايفين. تونة انا هعملها لكم بطريقة حلوة جدا جميلة. هنزل عليها بمعلقتين طحينة،
شوية زيت زيتون. انا بفضل زيت الزيتون في السحور بالذات عشان خاطر خفيف. كمون، الليمون، ونقلب كده كويس. خلاص خلصت حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين السحور بتاعنا ده سحورنا اول يوم رمضان. ادي جبنه بالقشطه اللي هي الفيتا بزيت الزيتون، جبنه رومي، فول بالقشطه، زيتون، لانشون، جبنه بالزعتر والريحان والنعناع وشعر الكمون عليها وزيت زيتون وطحينه. ده المخلل المشكل، ده البيض، وادي التونه، وادي الراعي الرسمي بتاعنا زي ما انتم شايفين الحاجه الخضراء جنب السحور عشان الصيام وعشان ما نعطش. ودي الزبادي هيت، في بلدي وفي دانون بالفراوله. زي ما انتم شايفين سحور جميل، وكل سنه وانتم طيبين. وتعالوا تسحروا معانا بجد والله تعالوا تسحروا معانا. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ورمضان سعيد وكريم علينا وعليكم. ودي أول ليلة في رمضان، ربنا يا رب يتقبل مننا كده يا رب الصيام، وصوم مقبول وذنب مغفور إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين وكل المسلمين يا رب طيبين وبصحة وبسعادة، واشوفكم على خير ان شاء الله يا رب في فيديو جديد. وما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.